أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. بطبيعة الحال الرجاء تعرض لهزيمة قاسية أمام الجيش الملكي. البيت الداخلي للرجاء يعيش أزمة كبيرة بطبيعة الحال، ربما استقالات غادي تلوح في الأفق. سمعنا خبر على أن استقالات الرئيس الجديد عادل هالة قدم استقالته شفهية في انتظار على أن المكتب المسير يتوصل بها كتابية. بطبيعة الحال الهزيمة اليوم كانت آخر مسمار دق في نعش عادل هالة. بطبيعة الحال عادل هالة بعد مجيئه ما كاينش نتائج ايجابيه، كاين غير الكوارث. مدرب رحل، مدرب جاء، لاعبين جدد، تم التعاقد مع لاعبين ما قدموش اضافه لفريق الرجاء. شفنا الهزيمه القاسيه اليوم، عفوا في اولى مباريات تشامبيونز ليغ، قاسيه بمعنى الكلمه. لا اداء، لا نتيجه، لا حلول من طرف المدرب تسابينتو الذي حقق حصيله سيئه مع فريق الرجاء. 7 مباريات، 5 تعادلات وخسارتين امام كل من الجيش الملكي وشباب السوالم. بطبيعه الحال حصيله هزيله، حصيله ما سجلت فيها فريق الرجاء ولا هدف واحد، وهذا الشيء اللي خلاته في مأزق كبير. المباراه ديال اليوم امام فريق الجيش الملكي اللي ما كان لا مدرب لا مساعد لا مجموعه ديال المعطيات، وخلات فريق الجيش الملكي يتغلب على الرجاء بهدفين للا شيء، ويحصد بالتالي النقط 3 الغاليه، ويتصدر المجموعه ب3 نقاط متبوعا بصن داونز. بطبيعه الحال الرجاء ربما هذا الموسم هذا غادي يعيش نتائج كارثيه، غادي تعجل باتخاذ قرارات عاجله من طرف المكتب المسير، ربما انعقاد ديالو في الاسابيع او في الساعات القليله المقبله من اجل اتخاذ مجموعه ديال الاجراءات. كنعرفوا على ان القانون الان يخول فقط الرئيس على انه يستقل، بمعنى المكتب المسير ما بقاش عنده الحق حسب القانون الداخلي على انه هو من يطالب باستقالة او يقيل الرئيس. والآن الأخبار المتداولة هو أن عادل هالة ربما بهذه النتائج الكارثية وكذلك حتى المأزق ديال المالي الذي يعاني منه فريق الرجاء، إضافة إلى أن النتائج كيف ما قلنا السلبية اللي ما مشاتش مع الرجاء واللي ما خرجتوش من ديك القوقعة والمشاكل اللي كانت فيها، فخلت عادل هالة ربما يقدم استقالته من الرجاء. احنا كنقولوا على انه الامور ليست رسميه الان، فقط كاين اخبار من المكتب الرجاوي على انه الرجل قرر مغادره رئاسه النادي. بطبيعه الحال رئاسه النادي هي تكليف وماشي غير تشريف، على اعتبار أن بعد مغادرة الرئيس بودريقة اللي كان يقوم بكل شيء، حقق ثنائية، كان يعني هو الناهي، هو الآمر في فريق الرجاء، وكان كل شيء يحترمه. بعد مجيء الرئيس الحالي كانت مجموعة ديال المعطيات ومجموعة ديال النتائج اللي سلبية اللي ما كانتش في صالح الرجاء، اللي خلت عادل هذا لحد الساعة كيف ما قلنا ما لقاش ديك الوصفه السحريه باش يرجع لسكه الانتصارات، رغم على انه بدل البريباراتور فيزيك، بدل المدربين، بدل المساعد ايضا ما بقاش، واللاعبين جاب لاعبين اللي كنقول مستقبلا هم ايضا غادي يكونوا يعني غتعاني معاهم الرجاء من الناحيه الماديه. وغادي نضافوا الباقي الملفات اللي ربما ديال النزاعات اللي كتعاني منها الرجاء، على اعتبار ان مثلا بالدي او بن عمر او غيرها من اللاعبين، مثلا ساخو بيكورو او غيرها من اللاعبين ما كاينش مستوى جيد، كتشوف اداء ديالهم على الميدان غير ثابت، كاين مشاكل كثيره سواء في الدفاع، في وسط الميدان اللي شفنا وسط ميدان غائب تماما، ما كاينش مليو ديفونسيف كما كندويو بالمفهوم ديال انه كاسر او مكسر العمليات، ما كاينش ايضا صانع العاب اللي كنشوف على انه غادي يكون قوي. اضيف الى ذلك حتى شخصيه الرئيس ما كايناش، وهذا الشيء اللي خلى مجموعه ديال الامور في الرجاء تبان على السطح والمشاكل تكثر. بطبيعه الحال حتى الخريطه اللي كان الحديث عليها قبل مباراه اليوم واللي خلت بوزوق ربما ما يشاركش، واللي خلت حتى النادي يقرر ياخذ اجراءات من بينها اعلن على انه ما غاديش يلعبوا بالتوني اللي كان تم التسويق له قبل المباراه. وهذا الشيء اللي خلت مجموعه ديال الصفحات على انهم تتكلم وتربط بالشخصيه ديال الرئيس على اعتبار انها شخصيه ضعيفه مقارنه بالبودريقه اللي كان شخصيه ديالو قويه، وكلشي كيعقل على الشيء مع الاول اللي كان عنده مع اللاعبين، واللي هدد ووصل رسائل قويه واللي طالب فيها اللاعبين على انهم يجمعوا راسهم ويلعبوا ويحترموا القميص ديال الرجاء ان ارادوا البقاء فيه. وايضا حتى النادي كان تعهد من الجانب ديالو على انه يحقق واحد او يوفر واحد السيوله ماليه، وهذا الشيء اللي كان قام به بودريقه واللي خلات الرجاء مع زيمباور يحقق الثنائيه.
بطبيعه الحال سابينتو قلنا الحصيله ديالو سلبيه، سفيكو ايضا كانت حصيله سلبيه. دابا غادي نشوفوا واش غادي يرجع مدرب اخر مثلا هو زيمباور، واش ممكن يرجع زيمباور الى فريق الرجاء. يعني الايام هي الكفيله باش تجاوب على هذا الشيء، على اعتبار انه هذه الهزيمه هذه كما قلنا غادي دير واحد الزلزال كبير داخل فريق الرجاء. شفنا ايضا حتى الاجواء ديال المباراه ديال اليوم كانت غير عاديه، شفنا بكاء ديال النفاتي وكيبين الحاله الهستيريه اللي كيعيشوها اللاعبه. شفنا ايضا حتى ضياع ركله جزاء، هنا كيبان لك على ان القيمه ديال اللاعبين مقارنه بالموسم الماضي تراجعت بزاف. مجموعه ديال اللاعبين اللي ربما من الموسم الماضي ما واجدينش، ما كاينينش على ارضيه الميدان، وهذا الشيء اللي خلى فريق الرجاء يعاني في هذه المباراه اليوم. بطبيعه الحال كاين بعض الفرص ولكن ما كاينش متمم العمليات، كيبان على انه كاين نقص كبير، وراس حربه اللي كانت كطالب به الجماهير كيبان على انه كان عندها الحق، وربما الرؤيه ديالها افضل من المديرين او من المسؤولين عن الانتدابات في النادي. اضيف الى ذلك ربما الاشخاص الذين يعني اللي كيتكون منهم المكتب المسير واللي كيكونوا هما لي برادروا كما كنقولوا ديال الرئيس، ربما حان وقت رحيلهم، ما قدموش الاضافه للرجاء. الرجاء الان يعاني، الرجاء اللي كان كتراهن عليه ماشي غير الجماهير الرجاويه ولكن الجماهير المغربيه على انه اليوم يكون قوي، يوجد للتشامبيونز ليغ اللي كان طالبوا على ان النادي مغربي ربما الجيش او الرجاء يكونوا في متطلبات او يعني في مستويات كبيره باش يعاودوا يحققوا الانجازات اللي كانت مع فريق الوداد البيضاوي اللي كان ربما ل10 سنوات كان يتزعم افريقيا الى ما وصلش النهائي فكيوصل لنصف النهائي. الرجاء اللي كانت حظوظ كبيره على ان هذا الموسم هذا غادي يكون من احد الانديه المنافسه على الشامبيونز ليغ، فاذا به النتيجه او النتائج محققه سواء في البطوله او في اول مباراه ديال الشامبيونز ليغ فكتبين على ان النادي ما غاديش يمشي بعيد، وربما المباراتين المقبلتين غادي تبين بشكل كبير واش الفريق غادي يغادر او لا، على اعتبار ان دور المجموعات في حاله لم يحقق الرجاء اي فوز ولا قدر الله بهذا الاداء هذا وفي غياب متمم العمليات او راس حربه وكذلك في غياب واحد جرينتا وغياب مدرب وغياب رئيس، فكنظن بان الرجاء غادي يغادر الشامبيونز ليغ من اوسع ابوابه. وهذا الشيء اللي ما كتبغيش ماشي غير الجماهير الرجاويه ولكن الجماهير المغربيه بصفه عامه اللي اليوم كانت مؤازره للفريق طيله 90 دقيقه، ولكن في اخر اللحظات حولت المؤازره ديالها الانتقاد والسب وشتم. بطبيعه الحال اللاعب الوحيد ربما الذي يرفع او ترفع له القبعه هو بولكسوت، بالاضافه الى الخفيفي كان شفناهم مقاتلين حاولوا على انهم يفيقوا الفريق، يحاولوا يعطوا باسات في العمق، ولكن اللاعبين الاخرين ما كانوش في المستوى وما كانوش في الموعد، منهم بوغرين، منهم ايضا حتى النجاري اللي كان دار محاوله ولكن القائم كان له بالمرصاد. ولكن هذا الشيء كامل ما كيخليناش ما يمنعناش نشيدوا بالحارس ديال الجيش الملكي اللي هو الخياط اللي قدم مستوى جيد، قدم مباراه جيده، فهنيئا لفريق الجيش الملكي. الرجاء كما قلنا الاخبار ديالو الان لا تبشر بالخير، ربما كاين زلزال كبير داخل النادي، غادي نشوفوا في الساعات القليله المقبله الاستقاله ديالها لا المصير ديالها، شكون المرشحين، والزيات ممكن يرجع، واش غادي نشوفوا اسماء اخرى، واش حسبان ايضا غادي يكون، شنو هما الاسماء المرشحه لقياده الفريق مستقبلا. فهذا الشيء كامل غادي نشوفوه في الساعات القليله المقبله، وغادي نشوفوا ايضا ربما تصريحات من طرف هاله اللي ممكن يوضح فيها مع المكتب المسير. فنتمنى حظ سعيد لفريق الرجاء وانه يتجاوز المرحله هذه في اقرب وقت. بطبيعه الحال الفريق في حاجه الى ربان حقيقي، ربان يعني الرئيس اضافه الى ربان حقيقي في ارضيه الميدان اللي هو المدرب اللي ما بانش وبان عنده انه عنده عقم في اختيار التوليفه، وكل مره عنده قرارات وما عندوش واحد الابداع. فهنا كيبان على ان النادي في حاجه الى تغيير جذري. نتمنى على ان الرجاء بالاهداف ديالو ايضا بالقيمه ديالو بالحموله التاريخيه ديالو على انه يتجاوز هذه المشاكل اللي كيعاني منها. وديما كنقولوا على ان نتمنوا الانديه المغربيه تمشي بعيد في هذه المسابقه هذه. وهنيئا لفريق الجيش الملكي بحصوله على 3 نقاط، فيما نتمنى حظ سعيد لفريق الرجاء البيضاوي بقياده اللاعبين على انهم يحققوا الفوز في المباريات المقبله.